علم المخبر الرياضي أن جهاز الكرة في الزمالك بدأ فعليا التحرك في الأيام الماضية للبحث عن بديل فرجاني ساسي اللاعب التونسي اللي إلى الآن لم يتحدد مصيره. هل هيجدد عقده مع الزمالك ويبقى في صفوفه في المواسم المقبلة، أم إنه بالفعل أصبح في حكم أول الراحلين عن النادي بنهاية عقده اللي هينتهي يوم 30 يونيو الجاري؟ وكان أول اللاعبين اللي رصدهم الزمالك هو مهند لاشين، لاعب خط وسط فريق طلائع الجيش. مسؤولي الزمالك بالفعل تواصلوا مع اللاعب واتكلموا معاه لبحث إمكانية الحصول على خدماته والتعاقد معاه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعرف المخبر الرياضي إن مهند لاشين رحب جدا بخطوة الانتقال لصفوف الزمالك بدءا من الموسم اللي جاي، لكنه وضح لمسؤولي الزمالك إنه مرتبط بعقد ساري مع الجيش، وبالتالي عليهم الدخول في مفاوضات مع إدارة الطلائع لحسم المسألة. مهند لاشين بلغ إدارة الزمالك إنه جاله عروض تانية من بعض الأندية المحلية في الدوري واللي أبدت رغبة في التعاقد معاه، لكنه أكد لهم إن رغبته هتكون الانضمام للزمالك، وده في حال سمح طلائع الجيش برحيله. مهند يبلغ من العمر 25 سنة، وهو من العناصر المهمة والأساسية في صفوف فريق طلائع الجيش، وفي الموسم ده شارك مع الفريق في 21 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدف وصنع هدف آخر. فهل إدارة الزمالك أيقنت إن رحيل فرجاني ساسي أصبح مسألة وقت وبالتالي بدأت في البحث عن البديل، أم إن ضم مهند لاشين هيكون على حساب محمود عبد العزيز أو محمد أشرف رؤى؟